تعالوا بصوا دي شكل الأوضة دلوقتي، وده أنا وهو، وهتيجوا معايا وانا بنضف. انا حاسه مخليت نفسي اوي. هلبس كيس المخدة، اقسم بالله حاسه مخليت بجد. اصلا شايفين السرير ده انا بنت اختي المهم مش عارفه يا جماعه. تعالوا احكيلكم انا ازاي اكتشفت ان انا كنت مصاحبه واحده نرجسيه لمده 4 سنين. بص، انا كان عندي واحده صاحبتي في الكليه، دلوقتي اتخرجت. هي كنت صاحبتي من ابتدائي، مش صاحبتي قوي بس اللي هو عارفين بعض. فبعدين واعدادي وثانوي وبرضه في ثانوي قربنا شويه بس مكناش اقرب ناس يعني. شوف ده. فبعدين هذا طعم تحفه. فبعدين احنا لما رحنا الكليه رحنا نفس الكليه. انا لسه مكتشفه دلوقتي، فانا في اثار الصدمه دلوقتي. فهي كانت شخصيه متردده جدا، متحكمه، مسيطره، عايزه كل حاجه تمشي زي ما هي عايزه. انانيه جدا، ما يهمهاش غير نفسها، راحتها. الشخص التاني هي مش شايفاه اصلا، هي بتستغله. انا كنت شايفه ده. يا جدعان انا كنت عامله ولا ايه؟ انا كنت فاكره نفسي عامله دكتوراه في الناس النرجسيه من كتر ما اتعاملت معاها. انا اكتشفت انا ليه الناس النرجسيين يعني بيجوا في حياتي عشان انا بستحمل وبعدي وبقول معلش كده يعني. بس لا بجد، انا بجد مضايقه، وانا بجد اي حد بيعملي بعد كده بطريقه مش حلوه هجيله على الموقف. اقسم بالله ايا كان هو مين بجد هقف ادافع عن نفسي، اقول ما تكلمنيش كده، ما تزعقليش، انا الطريقه دي ما بحبهاش. انا الاسلوب ده ما بحبوش. ولو حد اللي هو صحاب او كده او حد حتى انا بحبه